السلام عليكم إخواني أخواتي، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودائما نذكركم تكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة، وإن شاء الله ربي يكون مع إخواننا في فلسطين. جبت لكم وصفة اليوم خفيفة تاع بيتزا ساندويش من عجينة واحدة. ندير خبز وبيتزا ساندويش. المقادير كما تشوفوا معايا: حبيبة تاع طماطم، فلفلة، الحار والبصل. وتبقى الحشوة يعني درتها أنا عبارة عن شكشوكة ربطتها مع شوية دجاج، وكل واحد والمقدور تاعه. اللي عندها اللحم يبغي يديرها غير باللحم يديرها غير باللحم وحده، اللي عندها الدجاج كمية مليحة يدير كمية تاع الدجاج. تبقى دائما على حسب مقدورنا وعلى حساب المواد اللي عندنا. كيما أنا المكونات كانوا عندي كما تشوفوا معايا درتها بشكشوكه يعني بالفلفله، شويه حار شويه بصل، دبلتهم من خليتهم مدبال، طحنا كاع هذاك البصل تاعنا مع ديك الفلفله والحار. زدت شويه تاع قطع تاع الدجاج، يعني هذا ربع صدر الدجاج مش حتى نصف، غير ربع صدر تاع الدجاج. قطعتها كيما شفتوا مربعات. وزدت التوابل اللي هما كركم، فلفله حمراء، شويه حرور، شويه توابل الدجاج، شويه ملح. وخليتهم يدبلوا في هذاك يعني يتشربوا كامل هذوك التوابل، ويدبلونا مع هذيك الشكشوكه تاعنا. وتجي يعني الدجاج يمتص كاع هذوك المواد والنكهات ويجينا بنين. والطماطم يعني طماطم عاديه كما شفتوا معايا، طماطيس يعني رحيتها في الرحايه عاديه. ومن بعد ما نزعت لها القشور تاعها ودرتها تدبل مع شويه فلفله حمراء، شويه حروس، سنينه تاع الثوم، سكرفجتهم يعني ربيتهم، وريقه تاع رند. ودرت مع الاخر شويه زيت الزيتون باش دائما يكون الاكل تاعنا شويه صحي. ودرت هذاك مكعب المرق اللي هو عباره عن ساشيات فيه توابل، يعني يجي بنين بزاف مع خصوصا مع الدجاج ولاصوص. مع الاخر الشكشوكه تاعنا درت لها سنينه تاع الثوم كما شفتوا طفيت. اما بالنسبه لصلصه الجبن والصوص تاع الجبن، هي في الاصل تاعها تندير هكا، تندير بجوج اجبان فقط. يعني هذه تاع دروك لا نديرو فيها المايزينا ويديرو فيها ديك الصوص بلونش يعني صلصه بيضاء. الصلصه تاع الجبن الحقيقيه هذه هي ندير زوج كيسان تاع حليب كيما شفتوني، قطعه تاع جبن، شويه تاع حرور، مغرف تاع دهان صغيره. ودرت هني نوع من الشيدر، شويه تاع الشيدر، جبن مبشور. هي ديروا فيها انواع الاجبان، زعما يكون عندكم قولوا جبن احمر، غريير، كلش تخلطوا فيها كاع الاجبان تجي شابه. ولاتكم تديروا كميه مليحه من الجبن الابيض. مع الاخير ديروا شويه شيدار اللي يكون عندها كيما درت انايا. هذه هي الصلصه الحقيقيه تاع الجبن، ما فيها لا مايزينا لا والو. يعني الصلصه تاع الجبن الحقيقيه تجي بالاجبان، ما تجيش على يقولوا صلصه الجبن. ما تجيش كيما تاع دروك هذه راهم يديروها بالمايزينا وكلش، هذيك يقولوها الصلصه البيضاء يعني صوص بلونش، صار لها كيما البيشاميل. تفرق على البيشاميل، زعما البيشاميل نديروها بلا جبن، وهي تفرق على البيشاميل زعما نزيدوا لها هذيك شويه تاع الجبن. يديروا فيها هذيك المغرف تاع المايزينا وكش باش يتقلوها، يديروا شويه حليب والمايزينا. مع الاخير يقيسوا قطعه تاع ولا زوج قطع تاع الجبن. نقول لك صلصه تاع الجبن هي في الاصل ماشي صلصه تاع جبن، لان الصلصه تاع الجبن الحقيقيه هذه هي كيما شفتوا معايا. درت لها شويه تاع فلفل اسود. مع الاخير خليتها حتى من بغيت نطفي، زدت شويه ديك الكميه تاع الشيدار كنت مرابيته. ومن بعد من تبرد دوك تشوفوا القوام تاعها كي تجي ثقيله وتجي ما شاء الله، يعني صلصه حقيقيه تاع الجبن. درت العجينه تاعي درتها باللبن. نعرفوا بلي العجينه يعني هذه تاع البيتزا ولا الساندويتش من الاحسن يكون عندكم اللبن ولا رايب يكون حامض. هذيك الحموضيه تاع اللبن ولا تاع رايب تعطيكم واحد الخفه للعجينه. مام حتى في هكا المعجنات ولا الكعك والحلويات يعطيكم بنه ما شاء الله. كيما شفتوني دفيتها فقط، شفتوا نشوفوا اللي بدا يتقطع عادي غادي نعجن به. دوك تشوفوا العجينه كي تجي رطبه وتساعف وتجي تتكسل معانا ما تقطعش وتجي شابه. بعد ما دفيته درته لانه كان البرد، درته شويه فم كان في الثلاجه. ولا اللي يبغي ما يدفيش يقلعه ويخليه على حاره المطبخ، يعني يخليه في المطبخ حتى من يبغي يستعمله يستعمله عادي. درت مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، يعني الخميره الفوريه، مع ملعقه سكر، غير مغرفه صغيره في دوك زوج كيسان تاعنا تاع اللبن. وغادي تقطع لنا كميه ما شاء الله، يعني من عجينه واحده غادي ندير الخبز وغادي ندير البيتزا ساندويش. ودرت نص كاس تاع زيت الزيتون. قلت لهم دائما من ندير الفرينه نفضل يكون عندي زيت الزيتون، راهي من بعد زيت الزيتون تاع الطياب. يعني كاين تاع تاع الدواء اللي نديروه دواء، وكاين تاع هذا اللي ينباع للطياب. ندير مدة مغرفة صغيرة تاع خميرة حلويات. مع الأخير ندير فرينة وراني نخلط بالفوي يعني بالخلاط اليدوي. ومن بعد نجمع باليد تاعي باش نعرف القوام تاع العجينة تاعي. نخلوها دائما العجينة نخلوها طرية. خلطت مليح هذيك الفرينة مع الخميرة تاع الحلويات الخميرة تاع العجين اللي كنت درتها قبل، ونص كاس تاع زيت الزيتون. كنت الاولى درت
2 كيسان تاع اللبن تاعي، واللي عنده الياغورت طبيعي يديها بياغورت طبيعي، عندكم حليب ديروا حليب، يعني ما تقيدوش بالشاطر اللبن، اي مشتقات حليب ديوها من الحليب وروح مشتقاته، يعني ياغورت اللبن رايب اي حاجه باش تجيكم خفيفه. ودرت نص كاس تاع زيت زيتون كيما شفتوا، اللي ما عندهش يعوضه بالزيت عادي. ودرت مغرفه صغيره تاع خميره تاع العجين، ودرت مغرفه صغيره تاع سكر. ومن بعد مع من زدت شويه فرينه، زدت مغرفه صغيره تاع خميره تاع الحلوى والملح. يعني طبعا الملح نديرو مغرفه مليحه معمره تاع ملح تاع اكل باش البنه تجينا البنينه، العجينه تاعنا ما تجيش صامته وتطلع لنا، يعني تقعد لنا تقدر القوام تاعها. ونجمع بالفرينه، نجمع الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. كنت نشوف راني نخلط ونزيد الفرينه، والفرينه ما نديروش ضربه واحده، دائما نديروه غير بشويه بشويه، يعني نديروه بالكميه ونزيدو كميه ونزيد حتى تحصلوا على العجينه اللي انا باغيين نتحصلوا عليها، يعني لا ما تكون طريه ولا العجينه وتكون خليتها طريه باش تساعدني في التوراق وفي يعني تجينا خفيفه في الاكل تاعها، تجي خفيفه وتجي رقيقه. بعد ما كملت العجينه تاعي وما عجنتهاش، يعني غير لميتها. دائما قلت لكم يكون اللبن ولا الحليب ما تعجنوش العجين تاعنا، ما يسحقش العجين، لانه حنا نعرفوا الحليب كيما اللبن فيه خمائر طبيعيه، هو يساعد في العجينه باش تبدا بروحها وتجينا شابه. لميتها قطعتها كيما شفتوا الكريات هذوك تاع العجين، وزعما تقطع كميه ما شاء الله. ونحل بالوراق عادي، الوراق ونحلوها ولا حليتها نحلوها رقيقه كيما العجينه تاعي. انا حليتها تقريبا 1 مليمتر، حتى شويه هكا كيما حنا نقولوا ما نخلوهاش حتى يعني المكان العمل تاعنا يبان، بلون طرافي تاعنا يبان. لا نديرو غير 1 هكا مليمتر باش ما تقطعناش من نجو نرفدوها، اللي يكونوا موالفين عادي. بصح المبتدئات دائما ننصح زعما ما تركوش العجينه بزاف باش تقدو تردوها، يعني 1 1.5 مليمتر تكفي. كيما شفتوني معايا درتها على شكل مستطيل باش نبلعها وتجيني يعني الشكل اللي انا باغيته، على شكل يعني الشكل تاع ساندويش. درت. اما بالنسبه لذوك الحشوه كل واحد واش يدير، كاين اللي يدير كيما حنا نقولوا تكشوكه، ولا يعني هذيك الفلفله واش يديروه من تحت، من بعد يزيد الفرماج، ومن بعد يزيد الصلصه تاع الطماطم. هذه تبقى حسب الاختيار، يعني ماشي شرط تقيدوا كل واحد واش يبغي يدير طبش كل حاجه الاولى الثانيه. انا درت الطماطم يعني كيما بيتزا عاديه، وزيدتها بهذاك الدجاج والفلفله كيما من نديروا بيتزا عاديه، لانها بيتزا يعني بيتزا شاولا ساندويش. من نغلقوها تجينا على شكل ساندويش، على ذاك سموها بيتزا ساندويش. ومن بعد درت الدجاج تاعي كيما شفتوني، درتها هي صلصه تاع الجبن. انا قلت لكم صلصه تاع الجبن حقيقيه، كي تجي شفتوها كي تجي ثقيله، من بردت الروح هذاك الجبن حكم روحه تولي تعطينا، والبنه تاعها تجي ما شاء الله، تقعد يعني هكا من بالحراره تاع الفرن تذوب تجينا ما شاء الله. كان عندي قطعه هذيك تاع الاجبان هذيك المربعات درتها. ونغلق العجينه، غادي نوريكم يعني العجينه اللي يكون موالف يخدمها كيما حنايا، يعني تعرفوا تردوها ما تتحللكمش عادي تحطوها هكا. اما المبتدئات دائما ناكد على المبتدئات هكا باش يتعلموا، نعطيهم يعني التدابير باش ما تفسد لهمش، يعني ما يخافوش. نديرو غير شويه ما كيما شفتوا، غير بالاصبع تاعنا، ما نديروش بانسو كاع حتى نشمخوا العجينه تقطع لنا، غير بالاصبع تاعنا ونديرو لها نغلقوها ونديروها كيما شفتوها، نتحصلوا على الساندويتش تاعنا عادي. نزيد نعاود نوريكم يعني قطعه واحده اخرى تانية يعني تاع بيتزا ساندويتش تاعنا. ايوا هي زعما تبقى سهله نفسها نفس البيتزا العاديه. شو تبقى لنا سهله من نغلقوها تجي في المذاق تاني، تجي بنينه، تجي ما شاء الله. وبقى الحشوه قلت لكم اختياريه، اللي عندها اللحم يدير اللحم، اللي عندها الدجاج يبغي يديرها غير بالدجاج واللحم ولاصوص يديرها عادي. تشوفوا السمك تاع العجينه راني نوريه لكم، تعمدت نوري لكم السمك تاع العجينه، خصوصا لبناتنا الصغارات ولا اخواننا المبتدئين اللي يبغوا هكا يبغوا يتعلموا، ولا كاين رجال يعني ما شاء الله يطبخوا احسن من النساء، هكا يبغوا نعطيهم الفكره. درت الصلصه تاع الطماطم عاديه كيما شفتوها من تحت، وديم لاصوص نخلوها ناشفه، ما نديروهاش ما تكونش يعني معمره، ما تكون خفيفه تقطع عندنا العجينه. ديما لاصوص تكون على هذا القوام، تكون ناشفه كيما تاع البيتزا. وزينت بالشكشوكه تاعي، عاود درت الفرماج تاعي يعني هذيك الصلصه تاع الاجبان. واللي ما عندهاش صوص بلونش يعني ماشي شرط يدير الصلصه صوص بلونش، يدير غير الاجبان، يكتفي غير بالاجبان. واللي بغى يدير صوص عفوا صلصه تاع الفرماج، صوص فرماج ماشي شرط. واللي عنده تاع البيدو داك الفرماج تاع البيدو ولا يديره عادي.
واللي ما عندهاش عادي تاني يديرها غير بلاصوص وتشكشوكه ودير لاصوص عاديه، يعني ماشي شرط كاع هي زعما في الاصل تاعها تندير هكا. نعطيكم الوصفه دائما ونقول لكم كل واحد يتبع مقدوره. ومن الفوق زينتها كيما شفتوا شويه صلصه، هذه درت غير شويه تاع طماطم مصبره تاع القوطي، درت شويه ماء ودرت شويه ملح وشويه فلفل اسود، خليتها تطبخ فوق النار مع شويه زيت، وزينت بها الفوق باش يجينا داك الوجه، لان هذيك لاصوص تاعها يعني كنت خدمت بها من كانت عندي كميه كبيره كملت لي. زدت شويه الا كانت باقيت لكم تاع الصلصه اللي درتو بها من الفوق عادي ديروها من اللي درناها في الوسط، ديروها من الفوق. راكم تشوفوا كي انتفخت وجات ما شاء الله. المبتدئات دائما يديروها تقب في الوسط باش ما تطرطق. كاين اللي ما يعرفوش مبتدئات ما يكونوش غالطينها مليح ولا طرطق لهم، يديروا غير ثقب. شفتوها كي انتفخت وشوفوا يعني شوفوا القوام تاعها كي جا طري ما شاء الله. ولا شوفوا الحشوه كي جات والفرماج من الداخل مازال راه قاعد كيما شفتوا. راني دائما انا نقطع لكم والاكل هو ساخن ما خليش حتى يبرد ولا دائما ملي خرجه من الكوشه نوريكم راهي ساخنه. وتشوفوا جات ما شاء الله وزينتها يعني من فوق بداك الجبن. للاسف هذا الجبن يعني النوعيه شريته تاع الشيدار، هذه المره ما خرجليش موالف من نديره يجي يدوب. هذه المره ما تشوفوا يبقى كيما هكا الشكل تاعه. اللي عنده يعني موتزاريلا ولا غريير ولا هذاك تبقى اختياريه، تبقى تجي تاني احسن هكا يجي مطاطي. هذاك يجي من نقطعوه يجي اللي يبغي هذاك الجبن هكا سايل ولا يتكسى كيما حنا نقولوا. اما بالنسبه للكميه اللي بقات لي دائما قلت لكم من العجينه وحده كما في رمضان ان شاء الله تخدموها هكا لوليداتكم. خصنا نعرفوا بلي الولاد يبغوا هادو هكا ساندويتشات وكلش. جبت لكم يعني الفكره الثانيه اللي هي الخبز. نفس العجينه درت منها، شوفوا ورقت كان باقي العجين بعد ما كملوا الحشوات وكلش كان باقي لي غير فرماج. درت خبز تاع الفرماج، هذيك العجينه درتها من تحت وزدت زين بداك الفرماج قطعته يعني شرائح ودرت فرماج شويه رابي. ودرت في الحاشيه درت شويه بيضه درت معاها شويه تاع قهوه فقط. ولا اللي بغى يدير معاها خل ولا يدير معاها حليب كل واحد. ولا انا درت معاها غير شويه قهوه باش يجينا داك اللون الذهبي من فوق. نفسها درتها في الحواشي غير باش تلصق للعجينه باش ما طيرليش، لاني ندير فيها كميه تاع الجبن ما شاء الله. ونغلقها مليح باليد الاصابع تاعي، نغلق العجينه مع بعضها. يعني هذه عطيتها لكم فكره هكا في رمضان. واحد من العجينه هذه العجينه تخدموا بها ديروا بها المملح، ديروا بها هذه من العجينه راني درتها لكم شحال من مره نخدموا بها شحال من مملحات. ديروا منها بيتزا، ديروا منها مقبلات اللي تبغوا ديروا بها ديروا بها عادي. يعني هي كما حنا نقولوا هي لاباس العجينه وانتم تختاروا واش باغي ديروا بها. كيما هذه انا عطيتكم فكره. يعني خبز منها مملحه، ديروا خبز ديروا حاجه خفيفه معاه هكا شوربه ولا لما درتوش بوراك وتزيدوا مع هذيك الساندويتش تكفي مع شويه سلطه والحمد لله. يعني نعرفوا بلي رمضان فيه المصروف بزاف وكل شيء راه غالي وكلش. واحد شويه يقتصد تاني يعني نخلوه للعباده ماشي غير الكرشنا. ودائما نفكروا اخواننا في فلسطين مساكين اللي ان شاء الله رب يصوموا رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. ودرت لها طراسيتها كيما شفتوني بعد ما درت لها قبل زعما زينتها طراسيتها بالخطوط. ومن بعد مع الاخر ملي طفيت الكوشه درت لها هذاك الجبن قلت لكم لانه النوعيه تاعها ماشي شابه يعني ما يدوبش. راك تشوفها لو كان زدت خليتها غير شويه لو كان يعني الكوشه كانت شاعله يبس يقعد هكا الشكل تاعه. انا هذه الخطرات درتها دائما قلت لكم نطفوه. من طفيته كمل درتها لها من فوق وهي حاميه يعني وهي ساخنه باش يذوب لنا شويه كما شفتوا. ومن داخل الحشوه تاع الجبن راهي باينه كنت تشوف الطبقه تاع الجبن في الوسط جات ما شاء الله جات بنينه. يعني هذا الخبز وحده كيما هكا في السحور ولا تاني مفيد يعني غير في السحور هكا مع شويه كاس البن ولا مع شويه زيتون. يعني ينفع للسحور ينفع ايضا للاكل ولا تاني للفطور. وهذه يعني البيتزا ساندويتش تاعنا كيما شفتوها معايا يعني وريتكم كاع الطريقه تاعها كي تجي. وتبقى الحشوه دائما قلت لكم اختياريه شا تبدلوا. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو من الاول للاخير. ما تنساوناش بالدعاء خصوصا الدعاء في هذه الايام المباركه. لايكات وتعليقات طيبه فضلا وليس امرا. تنساوناش لايكات ومشاركتها مع الاصدقاء الاحباب الاهل اللي عجبكم. وان شاء الله تكونوا شفتوه من الاول للاخير وما فاتكم حتى مرحله. يعني كاين اللي تفوتكم يفوتوا الفيديو ما يشوفوش المراحل ويقول لكم ما نجحتش الوصفه. ان شاء الله تكونوا تبعتوا مرحله بمرحله باش تنجح لكم. خصوصا يعني ايام رمضان مادام مازال باقينا هادو الايامات واحد يجرب الوصفات قبل ما يجي شهر رمضان. وان شاء الله تنجحوا فيهم. وما تنساوناش بالدعاء كثروا الدعاء علينا والاخواننا. وتنساوناش باللايكات والتعليقات الطيبه من مثلكم. وما تنسوناش المشاركة مع الأهل والأقارب والأصدقاء. إلى الملتقى في أمان الله وحفظه.